السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده لكم على قناة أخبار مصر. حافل حادث يرعو مصر، انقلاب حافلة، راكب وإصابة. 35 حادث مروع. شهد طريق الجلالة شامل محافظة البحر الأحمر الساحلي بمصر صباح اليوم الجمعة، حيث انقلب حافلة نقل الراكب فيها طريقها إلى دير أنطونيوس. وفق كل الأنباء الألمانية، وعلى الفور تم الدفع ب35 سيارة إسعاف إلى موقع الحدث، فيما يتبين إصابة 50 شخص، وتم نقلهم إلى المستشفى رأس غرب المركز. يذكر أن حافلة تقل طالب جامعي الجلالة بالسويس كانت انقلاب على طريق السويس الشهر الماضي، ما أسفر عن وفاة 12 شخص وإصابة 33 شخص. وبكده نكون قدمنا لكم انقلاب حافلة، راكب وإصابة 35 شخص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.